مستحيل تعملي البانيه بالطريقة اللي هقولك عليها النهاردة وترجعي للطريقة القديمة. بصي هنا أنا عندي صدر فرخة واحد. جربتي قبل كده تقطعيه بالعرض ما تقطعهوش بالطول؟ الحركة دي لوحدها هتديكي ضعف الكمية، ده غير إن الكفر معانا عمره ما هيقع من على البانيه أبدا. واسمعوا لي صوت القرمشة. ده غير إن هعرفك النهاردة تتبيلة هتنقلك البانيه في حتة تانية خالص. اللي هيدوقها لازم يسألك على الطريقة. حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني، فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. أنا عندي هنا صدر فرخة وزنه حوالي 450 جرام أو 460 جرام زي ما انتوا شايفين معايا على الميزان. بنغسل الفراخ بتاعتنا. اول حاجه بندعكها بدقيق وملح وليمون كويس قوي، بعد كده نشطفها كويس وننشفها من اي ميه، ونبتدي ان احنا نقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. التقطيعه الطبيعيه بتاعت البانيه ان احنا بنقطعه كده بشكل، بدل ما نقطعه بالطول هنقطعه بالعرض. قطعوه بسمك متوسط، ما تقطعوش رفيع قوي لان احنا لسه هندوق. لازم يتدق طبعا لان القطعه دي سميكه قوي. حسب صدر الفرخه عندك، لو كبير هيرمي معاكي كميه اكبر من كده وعدد قطع اكبر من كده. هاخد كيس هحطه على الفراخ من فوق، وهبتدي ان انا ادقه بايد هون بالمدق بتاع البانيه او البوفتيك اي حاجه. المهم انا عايزه قطع البانيه عندي تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس خدوا بالكم انتوا بتعملوا الخطوه ديت، ما تحاولوش تدقوا بقوه على قطع البانيه لان ممكن تنقطع معاكم، ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. للتتبيله عندي بصلايه وعندي كمان فص من الثوم، وعشان الفراخ بتاعتك تطلع طريه وجوسي كده من جوه وبتدوب دوبان هنحط معلقه ونص من الزبادي وشويه خل وشويه ميه صغيرين، ونبتدي ان احنا هنضرب لحد ما قوام البصل مع الزبادي يبقى ناعم جدا. في البولة اللي انا هتبل فيها هحط البصل مع الخل والثوم، هحط معلقة من المستردة، وهحط نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الثوم البودر والبصل البودر، وربع معلقة جنزبيل، وربع معلقة حبهان على لورا، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وكمان معلقتين كبار من الليمون. وبس كده، مش محتاجة أكتر من كده في تتبيلة البانيه. لو حابين تضيفوا زعتر روزماري بنحط برضو بس مطحون. وبعد كده هتبل قطع البانيه، هقلب قطع البانيه في التتبيلة حلو جدا، واتأكد ان كل قطعة واخدة كمية من التتبيلة. وبعد كده هنسيبها في التلاجة مش أقل من ساعتين علشان تشرب من التتبيلة وتشرب من طعم البصل والتوابل. بعد الساعتين البانيه بتاعنا اتشرب من التتبيله حلو قوي، هنبتدي نحضر الكفر. هنا عندي كريسب فراخ بنجيبه من عند العطار، بيجي خشن كده وانا بطحنه في البيت شويه بنعمه. وكمان عندي كوبايه من الفيجيتار السايب برضو بيجي من عند العطار. وكمان عندي نص كوبايه من الدقيق. المقادير دي لنص كيلو فراخ او نص كيلو بانيه مظبوطه، مش هيتبقى معاكي فتفوته. على الكريسب والفيجيتار ده هحط على طرف المعلقه ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ ونقلب، وبقى عندنا احلى واطعم كفر للبانيه. هنسيبه على جنب. نحضر خليط البيض. هيكون عندي بيضه، رشه ملح، رشه فلفل اسود، نص كوبايه لبن، ونقلب البيض مع الملح والفلفل الاسود واللبن كويس قوي. ندوب البيضه كده حلو. وبعد كده بنضيف معلقه واحده بس من الدقيق. الدقيق هيعمل علينا ويخلي الخليط سميك شويه، بحيث ان قطعه البانيه تنزل في البيض تاخد كميه كويسه قوي من البيض. معلقه الدقيق دي هتخلي الخليط سميك شويه، بحيث لما انزل قطعه البانيه في البقسماط تاخد معايا اكبر كميه والقطعه تبقى كبيره كده وحلوه. عندي كمان في طبق نص كوبايه من الدقيق، وعندنا البقسماط، وعندنا خليط البيض واللبن. ايد هنشتغل في المواد الجافه وايد في المواد السايله. ناخد قطعه البانيه، ما بننفضهاش من التتبيله ولا اي حاجه، زي ما هي كده بناخدها. نحطها الاول في الدقيق تاخد كميه دقيق حلوه، وبعد كده في البيض، وبعد كده في البقسماط بالشكل ده. وانتوا بتعملوا قطعة البانيه لازم تضغطوا عليها كده ببطن ايديكم بكف ايديكم، هتلاحظوا ان قطعة الفراخ بتتفرد معاكم اكتر وبتديكوا حجم اكبر بالشكل ده كده. الطريقة دي يا جماعة من مميزاتها ان انتي تقدري تاخدي قطعة البانيه بعدها ب5 دقايق تقليها على طول، مش محتاجين ابدا نحطها في التلاجة الكفر يمسك والكلام ده. بصوا القطعة دي بوريكم ان هي صغيرة قد ايه، بس بقى مع التكنيك بتاع الضغط ده بصوا زادت نص حجمها كمان. هنا بوريكم ايديا قد ايه نشف عشان عملنا بترتيب، يعني عملنا ايد فيها المواد الجافه زي الدقيق والبقسماط، وايد تانية كان فيها البيض واللبن. تعالوا بقى شوفوا الكميه، بسم الله ما شاء الله، من صدر فرخه واحد عمل لنا كميه رهيبه. انا ما عدتش القطع، عدد القطع للامانه، انا بوريكم على الميزان. 450 جرام عمل معايا حوالي كيلو وتمن، كيلو 150 جرام. اعتقد مفيش توفير بعد كده.
انا عايزاكم تسمعوني بقى وتركزوا معايا علشان القطع البانيه بتاعتكم تطلع اول واحده لونها زي اخر واحده. هناخد الطاسه اللي هنقلي فيها، نحط فيها كميه من الزيت يا دوبك تغطي لي قطعه البانيه بس، وتكون درجه الحراره متوسطه. اول ما الزيت يبدا يسخن معايا بنزل بقطع البانيه. اول ما ننزل بقطع البانيه نهدي النار شويه، تبقى بعد المتوسطه بشويه صغيرين. يعني مش عايزه النار تكون عاليه، لان لو النار عاليه الكفر هيلون بسرعه، الفراخ نفسها من جوه هتكون نيه، تشد وتاخد لون اشقر. نبتدي ان احنا نقلبها على الجهه التانيه، تاخد اللون من الجهه التانيه، نرجع نقلبها تاني تاخد لون حلو، نبدا ان احنا نطلعها. البانيه ما بياخدش معانا اكتر من 4 دقايق على النار، 5 دقايق حسب طبعا قوه النار. بصوا بقى في الطاسه التانيه والتالته هيبتدي يتكون عندنا دقيق كده اتحمص، يعني دي من القلب. بنهز الطاسه كده، وعلشان القطع البني دي، عشان خاطر دي البني ده ما يلزقش كده على قطعه البانيه، اول ما تبدا تشد معاكوا تقلبوها على طول. لو سبتوها تستوي للاخر الجهه الاولانيه دي هتمسك القطع البني دي، هتمسك عليها. فهي اول ما تشد معاكوا وتلون اشقر بسيط خالص اقلبوها. كمان انا بصفي الزيت عندي بمصفى بين كل مره والتانيه، بين كل دور قلي والتاني، عشان الزيت يفضل معايا نضيف وما يتحرقش ويغمق لي البانيه معايا. تعالوا بقى شوفوا لي لون البانيه التحفه ده. بصوا القرمشه، اسمعوا لي صوت القرمشه كده، صوت يجنن يا جماعه. ولا القطعه من جوه دايبه والكفر ماسك، بصوا كده مش فاصل خالص، دايبه دوب. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، وتعملوا كمان شير وسبسكرايب او اشتراك في القناه لو اول مره بتشوفوني. اشوفكم على خير في وصفه جديده وفيديو جديد. كان معاكم شيماء، ومع السلامه.